القصه كتبدا بجون لاستيك، واحد العفريت مطير اللي عاد خارج من باب السجن، ولكن رجليه باقي ما قاسش الحريه وهو كيخطط في دماغه الجريمه الجايه. هنا كيرجع بينا الزمان للور باش نعرفوا سر هذا السواد اللي عامر في قلبه. جون من صغره هو عامل حاله، ذهب سرقه الطوموبيلات وهو باقي برهوش، حتى طاح في يد القاضي اللي سميتو نيلسون بادرمان اللي حكم عليه ب7 سنين في الاصلاحيه باش يربيه، وبدل ما يربيه خرج جون وزايد كيكحلها ما خلا ما دار، والقاضي كيزيد يعطيه في العقوبات حتى وصل جون لسن 24 سنه وخرج وهو هاز غل الدنيا اللي ضيع عليه شبابه. اول حاجه دارها جون هي انه شرى سلاح وجهز راسه باش يصفيها للقاضي، وانتحل صفه صحافي وعيط للمحكمه باش يحدد الموعد، ولكن الصدمه نزلت عليه بحال الصاعقه ملي عرف بلي القاضي نيلسون بادرمان مات بعد ما خرج هو من السجن. جون هنا حس بالشمته وبقى يشير على التليفون، هو جالس في واحد البار مقهور، عينيه كطيع على خبر في جريده كيهضر على ولد القاضي نيلسون بادرمان الرابع، وعارف بلي هذا الابن غادي يحضر لحفله تكريم باه الميت. هنا جون قرر باش يقلب الخطه، الا هرب الاب من يدو فالولد موجود والذنب عمره ما يموت. جون كيبدا يراقب تجهيزات الحفله وكيفاش نيلسون الابن كيبان متكبر وبارد وكانه ميت له فار. في ديك اللحظه جون كيمشي للطوموبيل نيلسون وهو لاهي في الحفله، كيسرق العاقه وكيطيح على واحد البخاخات الحساسيه ديالو، وبكل تحرميات جون كيخوي الدواء من البخاخه وكيرجعها لبلاصتها وكيطير قبل ما يرجع نيلسون. من بعد نيلسون كيسوق طوموبيلته وما عارفش باللي جون غادي موراه بحال الظل. فجأة كتشدو أزمة الحساسية هو صايق، كيحاول يستعمل البخاخة ولكن كيلقاها خاوية، كيتخلع وكيطير لأقرب صيدلية، كيدخل هاز الدنيا ويرون فيها باش يلحق راسو، وصحاب الصيدلية كيتخلعوه. في ذاك الوقت جون واقف برا كيتفرج ومستمتع بالفخ بل وكيزيد يضرب الرصاص في السماء باش يشد انتباه الشرطة، ولكن صحاب الصيدلية بداو يتيروا عليه وفي ثواني كتوصل الشرطة وكتشدو متلبس بإطارات الشغب. نيلسون كيلقى راسو وسط الكوميساريه وكيتصل بمكتب المحاماه، كيهدد المحامي داي وصحابه باللي غادي يفرشهم ويطيرهم الى ما خرجوش في الحين، ولكن هاد الشركاء اللي اصلا كيكرهوه كيقرروا يخليوه محبوس شويه باش يربيوه. وكيجي نهار الجلسه ونيلسون داخل واثق باللي غادي يخرج بالزربه، ولكن المحامي داي كيقدم اكفى جلسه في حياته وزاد عليها فيديو الكاميرات ديال الصيدليه. فالقاضي كيحكم على نيلسون ب5 سنين حبس في سجن الروزمار. جون جالس وبغى يطير من الفرحه، ولكن الطموح ديالو كبر وقرر انه خاصو يدخل داك السجن نيت باش يكمل انتقامه من الداخل. جون كيخطط مع صحابه وكيديروا صفقه البيع المخدرات قدام البوليس باش يتشد. غير كتسالى البيعه كيطلب صحابو يهربوا وهو كيبقى واقف كيتسنى البوليس يجيو يشدوه. بالفعل كيتسجن وكيتلاقاو في حافله الترحيل وكيعرفوا براسو كانه ساجن قديم وخبير، وكيوعد نيلسون بالحمايه. نيلسون كيحس بلي لقى السبع في وسط هاد الغابه. غير كيوصلوا للسجن المدير كيستقبلهم بالتمر والحليب وكيعلن باللي بارئ يهز يدو باش يخرج. كلشي فاهم الفخ وساكت ما عدا واحد الدهشور هز يدو والمدير ما عطلوش، كيامر الحارس تشينا يضربوا في كرشو باش يفهم باللي ما كاينش الخروج من هنا. المساجن كيدخلوا، جون كيرشي الحارس باش يخليه مع نيلسون في نفس الزنزانه اللي دايره بحال شي قبر، وديقها كيجيب الغمه والمحنه. نيلسون كيبدا يبكي وكيبان بحال سوسن، ولكن جون كيحضروا باللي الضعف هنا يعني غادي تولي عروسه، وكيوصيه يدير وجه مشرمن قدام الحباسه. من بعد كيمشيو للمطعم اول مره، وجون كيشير لنيلسون على لينون زعيم العصابه خطير، وكيحضروا ما يقربش من جهته وكيطلب منه يشوف الساعه 12 وربع. نيلسون كيسرح، وفي ديك اللحظه لينون كيدير بدابزه وكيرمي ساجين على طابله نيلسون. كلشي كيعطي بظهره على حسب قانون السجن ما عدا نيلسون اللي باقي بوجادي كيبقى يشوف كلشي. حارس تشينا كيجي وكيضغط على نيلسون بعصا باش يعترف، ومن الخلعه كيشور على نينون. النتيجه لينون كيمشي للفرادي وجون كيبدا يغوت على نيلسون وكيعلمو باللي راه دابا ولا نيت سوسن وحكم على راسو بالموت. كيجي وقت الدوش والزعيم العصابه الاخر سميتو بيري كيحاول يتحرش بنيلسون، ولكن جون كيترجل وكيدخل هز المضى. المساجين كيرجعوا للور ونيلسون كيشكر جون اللي نقذو المره الثانيه. شويه كيزور المحامي داي نيلسون في السجن وكيعطيه الصدمه الكبرى. الشركاء جمدوا فلوس وكاع وسيطروا حتى على ثروه باه، يعني نيلسون ما بقى له والو ولازم يتأقلم مع الحبس حياته كامله. في ذاك الوقت بيري كيقرب من جون وكيعرض عليه صفقه الحباسه، يعطيه فلوس وهدايا مقابل انه ينفرد بنيلسون شويه. جون كيتفاوض بكل روح رياضيه وكيبيع سوسن اللي كان حاسبو سبع. جون كينسحب حجه عندي ما يدار، ونيلسون كيبقى بوحدو كيتحارب مع المرايه وهو ما عارفش المصيبه اللي كتسناه. فجاه جوج مساجين هجموا عليه، يغطيو راسو ويهزوه لزنزانه مزينه بالشمع والموسيقى الرومانسيه. يا ربي نكون غير كنحلم.
بيري كيبان وكيمثل دور العاشق الولهان. المهم المقابله كتسالي ونيلسون راجع لزنزانته مرعوب ومخلوع. حتى نتوما ما تنساوش كي تكملوا الفيديو دير جيم ابوني راكم ما خاسرين والو. كتفوت 3 شهور ونيلسون عايش في الرعب خايف لا يرجع لينون من الانفرادي، وغير كيوصل الخبر بلي لينون خرج نيلسون كيمشي عنده وكيقول له انا مزاوق سمح لي راني غير بوجادي. ولكن لينون اول ما كيقرب ليه كيحشي فيه فرشيطه وكيجرحو وكيواعدو بالزياره قريبه لزنزانته باش يصفيو الحساب. نيلسون كيجري عند جون وجون كيشور ليه بلي حل واحد هو الهروب للحبس انفرادي. جون بالزربه كيضرب الحارس وهو مخبي ورا نيلسون، والحارس كيلصق التهمه في نيلسون وكيجرو لزنزانه مظلمه. نيلسون كيدوز يومين تاع العزله اللي جاتو بحال شهور، وملي خرج كيكتشف بلي باقي تحت رحمه لينون. هنا بدا كيزعم وكيقرر ياخذ حقه بيديه. كيمشي عند مورد في السجن ويشري ماده كيميائيه قويه مع ابره ويخبيهم في زنزانته. جون كيحس بلي كاين كارثه جايه كيهرب ويخلي نيلسون يواجه مصيره بوحدو. وفعلا لينون كيوصل للزنزانه ويهجم عليه باش يقتلوه. نيلسون كيدافع وسط العركه لينون كيشوف ابره وكيسحبها مخدرات، وبكل ثقه كيحقر راسو ماده قاتله ويموت في ثواني قدام عينيه. نيلسون كيجر جثه الممر قدام كل شيء، المساجين كيتصدموا من قوه خونا. في الجهه الاخرى جون كيكون مرعوب لا تلبس التهمه في نيلسون وتخسر الخطه، ولكن نيلسون كيخرج الابره ويثبت باللي لينون قتل راسو. كيتحول المسوسن لبطل السجن، والعصابه المملكه البيضاء كتختار زعيم جديد ليها. نيلسون كيولف بسرعه على شخصيه الزعيم وكيفرض السيطره التامه. ملي كيحاول بيري يجي ثاني في الحمامات نيلسون كيعطي سلخه الكلاب وكيثبت باللي ما بقاش ضحيه ديال زمان. بيري كيعلن استسلام وكتعجبو قوته. ما علينا، وكيديروا الهدنه، ولكن العصابه نيلسون كتهجم على بيري ونيلسون كيامرهم يوقفوا وكيعلن بلي بيري تحت حمايته. الحراس كيوصلوا كيلقاو جون هز المواس قريبه من الدابزه، فكياخذوا للحبس انفرادي 3 سيمانات. نيلسون كيبدل نظام السجن كله، كيدير دروس فنون قتاليه والمسرح. جون كيخرج هو غيتفرقع من الغيظ حيت انتقامه فشل ونيلسون ولا مالك المكان، وزاد عليها كيوصلوا خبر بلي نيلسون خدا افراج المشروط بسبب حسن السيره والسلوك. جون كيقرر ينهي حكايه بالسم، كيجيب ليه مناضه كاشاره للصلح. نيلسون كيشك ولكن كيشرب من اللي جون كيشرب قدامه. فجاه كيطيح نيلسون متخدر وصحابو كيعاونوه ويرجعوه لزنزانته فاقد الوعي. الشرطه كتجي تاخذو لجلسه افراج المشروط، كيوصل هو دايخ وما فاهم والو. اللجنه كتاخذ صدمه عمرها ملي كيشوفوا نيلسون هو ما عارفش باللي جون رسم على وجهه هو ناعس رموز مخله للحياه. اللجنه كيحكموا فورا باللي رجع مختل عقليا وكيحرموه من الخروج. نيلسون كيرجع لزنزانته غضبان وباغي يتفرقع. نيلسون كيطال عليه بحال الوحش. الزنزانه ضيقه وتفرشيخ فيها، ونيلسون كيسولو علاش خنتيني الكلب. جون كيقول له على قبل باك اللي حبسني وضيع لي سبابي. نيلسون كيضرب له راسو مع الحديد، والحارس تشينا كيجي وكيفصل المدابزه بقرار تاريخي. مباراة الموت في حوش السجن غدا بيناتكم، يلا بينوا لي الرجال. الخبر كينتشر، مراهنات بدات. نهار المعركه جون كيسيطر في الضرب من اول ثانيه وكطيح نيلسون. جون كيخرج الموس وباغي يضرب، ولكن المفاجاه الموس كتهرس حيت نيلسون كان لابس درع حديدي تحت حوايجو. بجوجهم كيجبدوا لي باري فيها سائل اخضر وكيبداو يحقنوا في بعضياتهم في نفس اللحظه. واش هادو حباسه ولا فرامليه؟ مهم كيطيحوا بجوج بيهم ميتين، والطبيب السجن كيعلن الوفاه ديالهم. بعد 3 ايام الجنازه كدوز، غير كيمشيو الناس من المقبره العاشق الولهان كيبان وكيبدا يحفر القبور. فجاه نيلسون كيخرج من الكفن عايش. الماده الخضراء كانت مجرد مخدر كيوقف النبض لفتره باش يعرفوا يهربوا. بيري كيعاون حتى جون ويخرجوا، والخطه كتنجح وكل شيء هارب وعايش. بعد سنه كامله نيلسون والعاشق الولهان كيديروا مشروع النبيذ ونجح ليهم بزاف، وجون كيبدل سميتو لكين وكيخدم معاهم كديرع اليمين. والفيلم كيسالي وهما الثلاثه شادين طريقهم في رحله جديده بعيد على القضبان وسواد الماضي. يلا دير معاك ديك جيم وابوني وما فيها باس تحط لينا كومونتير كتشجيع، وباي باي سلام.